يوم الإعلان عن موبايلات سامسونج الجديدة لسنة 2023 وهي سلسلة الاس 23 بموديلاتها الثلاثة. لكن الحقيقة المؤتمر كان فيه أكتر شوية من مجرد موبايلات زي ما هنحكي كده مع بعض شوية. فلو أنت من الناس المهتمة بالإصدارات الحديثة في الموبايلات وأخبار سامسونج وإيه الجديد والكلام ده، تابع الفيديو ده للآخر عشان تعرف كل الجديد النهاردة في عالم سامسونج اللي أعلنوا عنه. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل. انا اندرو وديد وانا بصور الفيديو ده دلوقتي وانا لسه مخلص فرجه على المؤتمر بتاع سامسونج اللي قعد ساعه وشويه كده اعلنوا فيه النهارده عن الموبايلات الجديده بتاعت سامسونج. لكن الحقيقه جنب الموبايلات اعلنوا عن حاجه تانية وهي كمبيوترات او لابتوبس جديده من سامسونج. والحقيقه اللابتوبس برده شكلها كول قوي وتحس ان هم بيحاولوا يخبطوا شويه في الماك بوك بتاع ابل. لكن كالعاده قبل ما نخش في تفاصيل ملخص المؤتمر ده، تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وتدوس على زرار الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول ما بتنزل على طول. المؤتمر بتاع سامسونج كان ما بين اونلاين واوفلاين كده، يعني هو اتعرض اونلاين وكان فيه برده شويه حركات كده حاولوا ان هم يعملوا حاجه كول كده زي مؤتمرات ابل. لكن الحقيقه ان كان في ناس برده قاعده في المؤتمر وبتحضر وبتسقف كده بعد كل حاجه، والموضوع يعني كان ميكس كده ما بين الاونلاين والاوفلاين. بس الحقيقه مش عايز ابقى منحاز ضد سامسونج كده يعني، او بقول ان هم بيحاولوا يقلدوا ابل في الايفنتس، لكن برضو مستوى الانتاج بتاع الفيديو بصراحه ما كانش قد كده او ما عجبنيش قوي، او عشان اتعودنا على الحاجات الخرافيه السينمائيه بتاعت ابل حسيت الموضوع ما كانش يعني قوي قوي، خاصه ان كان في شويه حاجات كده بسمع اصوات روبوتات طالعه من الناس. You do not have to take my word for it. زي يكون كان في مشكله كده في الصوت، معرفش كانت حاجه عندي ولا حاجه في المؤتمر فعلا طالعه للناس كلها. لكن عموما يعني الكواليتي بتاعت البرودكشن ما كانتش اعلى حاجه في الدنيا بالنسبه لي يعني. المهم سيبك من الرغي ده بقى وتعالى نتكلم في الحاجات اللي حصلت فعلا في المؤتمر. واول حاجه ان بعد ما قعدوا يرغوا شويه كده قال لك احنا النهارده هنعلن عن حاجتين جداد وهما الموبايلات الاس 23 وحاجه اسمها الترا. الالترا دي اكتشفت بعد كده ان هي الكمبيوترات بتاعتهم، والحقيقه التليفونات هما الاس 23 و23 بلس و23 الترا، وهم قريبين جدا جدا من ال 22 سيريز اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، مع شويه اختلافات طفيفه جدا بتفرق الجيل ده عن الجيل اللي قبله. وقبل ما يخش في اي حاجه قال لك كل الحاجات اللي انت هتشوفها النهارده متصوره في المؤتمر ده متصوره بالكاميرا بتاعت الاس 23 الترا، والموضوع يعني سينمائي وقوي جدا، ودي حاجه طبعا كاميرات السامسونج تحترم عليها. وبمناسبه الكلام على كاميرات سامسونج فده كان جزء كبير النهارده في المؤتمر بتاع سامسونج، قعدوا يتكلموا في الكاميرات كتير لان تقريبا دي حاجه من 2 3 كده هم اللي اتغيروا في الموبايلات يعني. وابتدى بقى يوري لك شوتات سينمائيه رهيبه لافلام يعني، ومخرجين كانوا بيستخدموا الموبايل عشان يصوروا حاجات سينمائيه كده. لكن الحقيقه هم كانوا موصلين على الموبايل معدات سينمائيه باضعاف ثمن الموبايل نفسه، ويحطوا لك اندي فلترز على العدسه ويثبتوه على ما اعرفش ايه علشان الاهتزازات. يعني انت برضو الصوره اللي انت واخدها دي مش هي الصوره اللي انت هتاخدها لو انت ماسك الموبايل وبتصور في الشارع، فانت لازم تبقى مدرك برضو حاجه زي كده. لكن بيقول لك يعني ان في هذه الظروف قدرات الكاميرا بتاعه الموبايل ممكن توريك حاجه كويسه. فدلوقتي عندنا سنسور جديد للكاميرا الرئيسيه في الاس 23 الترا، وهو سنسور 200 ميجا بكسل، وسمعنا الرقم ده يعني في شويه موبايلات اندرويد قبل كده، بجانب عدسه الترا وايد وكاميرتين تيلي فوتو، واحده 3 اكس وواحده 10 اكس. وعندك في الموبايلات العاديه بقى الاس 23 و23 بلس هم 3 كاميرات، الكاميرا الاساسيه فيهم هي ال 50 ميجا بكسل، بعد كده عندك كاميرا الترا وايد وكاميرا تيلي فوتو 3 اكس. لكن لو لاحظت حاجه واحده في اختلاف التصميم في الجيل ده عن الجيل اللي فات، هو ان دلوقتي كل الموبايلات من ورا الكاميرات بتاعتهم بقت مفصوله، ما عادش فيه الجزء اللي كان واخد الركن كده في الموبايلات الاس 22 و22 بلس اللي كان جوه منه عدسات الكاميرات، لا كله دلوقتي بقى نفس لغه التصميم، الحلقات المنفصله اللي موجوده كده على ظهر التليفون. وهم ركزوا في الموضوع ده يعني، وبان لك بقى ان هم كانهم بيشيلوا بقى الجزء ده وبينحتوه كده من على الموبايلات القديمه عشان تشوف الشكل الجديد في الموبايلات. بعد كده قعدوا يرصوا لك لسته طويله عريضه كده من الامكانيات الكول اللي في الكاميرات بتاعت الموبايلات الجديده، زي ان الكاميرات بتصور دلوقتي 12 بت كولرز فعندك الوان اكتر، وعندك الدايناميك رينج كمان اتطور بقى، عندك حاجه اسمها سوبر اتش دي ار تقدر تستخدمه وانت بتصور لغايه 4K 60 فريم في الثانيه بالكاميرات اللي ورا والكاميرا الاماميه كمان، بتقدر تصور كمان لغايه 8K 30 فريم في الثانيه وبوايد انجل، يعني مش لازم تكون كروبت ان قوي، ودي حاجه كول لو انت يعني واحد بتفرق معاك تصوير ال 8K. وعندك السنسورات المحسنه دي بقى بتدخل نور في السنسور 2.5 مره اكتر من الاجيال اللي فاتت عشان يعني اللو لايت يتحسن وبتاع. وبمناسبه اللو لايت فدلوقتي عندك السنسور ال 200 ميجا بكسل بتاع الالترا، تقدر تصور بيه دلوقتي طبعا صور 200 ميجا بكسل عادي لو انت عايز، او تقدر تجمع كل 16 بكسل في بكسل واحد عشان اللو لايت يتحسن يعني، وساعتها تاخد صوره 12 ميجا بكسل، او تجمع كل 4 بكسلات مع بعض وتطلع بكسل واحد وساعتها تطلع لك صوره 50 ميجا بكسل بشاربنس وكواليتي عاليه جدا. وعندك اوتو فوكس اسرع في الكاميرات سواء بتصور صور او فيديوهات، وعندك تقدر تتحكم في الاعدادات بتاعه الكاميرا كده مانيوال كانها كاميرا بروفيشنال، وانت ممكن تستخدمها ككاميرا بروفيشنال يعني. الراجل مخرج قال لك ميزه برضو انه يبقى معاك كاميرا صغيره كده تحطها تحت باب بقى بيترزع في الارض، فاحنا ممكن الباب يقع على الكاميرا عادي ويكسرها مفيش مشاكل يعني، عشان دي حاجه ارخص من كاميرات السينما. وعندك التصوير الليلي بقى محسن برضو جدا، تقدر تصور صور للفضاء كده والنجوم، برضو الموضوع شكله لطيف جدا. وتثبيت الصوره كمان اتحسن قوي، بقى عندك اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن برضو
احسن يعني بدرجه كبيره عن الجيل اللي فات. وقال لك السيلفيز برضو اتحسنت شويه، واتكلموا ان الذكاء الاصطناعي متداخل جامد جدا في الصور دي وبيحسن لك التونز والشاربنس وحاجات كتير قوي في الصور. فواضح ان الذكاء الاصطناعي برضو متعمق في موضوع الكاميرات ده وهيفرق جامد في النتيجه النهائيه. وبالنسبه للهاردوير مفيش حاجات كتير قوي اتغيرت. البطاريات يعني اتغيرت سنه، حتى الالترا زي ما هو 5000 ملي امبير، لكن ال 23 و 23 بلس اتحسنوا شويه. حتى الازاز المستخدم في الموبايلات دي اتحسن وبقى جوريلا فيكتس 2، وهم جابوا سيره الموضوع ده الحقيقه بس في ان هو في حاجات ريسايكلد كده وصديقه للبيئه وبتاع، ويحترموا برضو على الكلام ده. الشاشه كمان بقى بيوصل السطوع بتاعها البيك برايتنس في الثلاث موبايلات لغايه 1750 نتس، لسه ما وصلش برضو لل 2000 اللي بنشوفها في الايفونز الجديده، لكن برضو مش هتضايقك في النور يعني. واخيرا حاجه كمان اتغيرت في موبايلات الجيل ده عن الجيل اللي فات، وهو المعالج الموجود جوه الموبايلات دي، وهو السناب دراجون 8 جن 2، لكن قال لك ده فور جالاكسي يعني كانه يعني متظبط كده او معمول له كاليبريشن لموبايلات سامسونج، مش زي اللي هينزل في بقيه الموبايلات قوي. المعالج ده يا معلم بقى قال لك ان هو احسن بشويه حلوين من بتاع السنه اللي فاتت اللي هو برضو كان كويس قوي يعني. فعندك 34% احسن في اداء السي بي يو، و49% احسن في اداء الان بي يو المسؤول يعني عن معالجه الصور والحاجات الذكيه دي، و41% فاستر جي بي يو عشان الجرافيكس والالعاب والكلام ده. والموضوع الحقيقه واضح ان هو فارق شويه في الالعاب، وبيستخدم ري تريسنج والشاشه ال 120 هرتز والكلام ده كله، بيديك يعني تجربه العاب وجرافيكس كويسه قوي. اسعار التليفونات دي الاس 23 بيبتدي من $800، وال23 بلس من اول $1000، وال23 الترا من اول $1200. وعندك مساحات بقى في الالترا لغايه 1 تيرا، والرامات بقى عندك 8 و12 على حسب المكان اللي انت فيه. خلصوا كلام عن الموبايلات ودخلوا بقى في القصه بتاعه الكمبيوترات او اللابتوبس. فعندك 3 موديلات هم اللي نزلوا، عندك الجالاكسي بوك 3 برو والجالاكسي بوك 3 برو 360، ودول كمبيوترات عاديين يعني. 360 ده بس بتاتش سكرين وبيتشقلب كده وتحطه قدامك وتستخدم القلم والكلام ده كله، لكن دول امكانياتهم يعني متوسطه شويه، او لو بتاعه واحد يعني مش عايز بقى الليفل البرو الرهيب جدا. عشان اللي عايز الليفل ده منزلين له الجالاكسي بوك 3 الترا برضه عشان دي حاجه اقوى حاجه يعني. وده نازل بقى بمعالج الانتل الجيل ال 13 اي 7 واي 9، وكارت شاشه بقى انفيديا ار تي اكس 4070، واداء عالي جدا من الكمبيوتر الالترا ده. وبتاخد شاشه ريزولوشن عالي 3K 120 هرتز، وبتاخد سماعات 4 سماعات، وبتاخد مايكات كويسه جدا، ستوديو كواليتي مايكروفونز، سمعت الجمله دي قبل كده في مؤتمر ابل. وعموما التصميم العام بتاع المداخل والفتحات والفريم والماتيريالز والالوان انا حاسس ان هو مستوحى شويه من الماك بوك بتاع ابل بصراحه، لكن يعني ده سيستم وده سيستم طبعا. حاجه برضو فكرتني شويه بابل ان هم مركزين قوي على السيمليس كونكتيفيتي، او يعني انك تربط كل اجهزه سامسونج كده مع بعض، اللابتوب بقى والموبايل والتابلت، وتشوف الشاشه دي هنا كانها اكستنشن بقى للكمبيوتر. والموضوع بتاع الايكو سيستم ده ركزوا عليه شويه، وبرضو يعني دي حاجه لطيفه لو انت مستخدم لكل الاجهزه بتاعتهم، حاجه شبه برضو الابل ايكو سيستم كده. اسعار اللابتوبس دي البرو بيبتدي من $1250، والبرو 360 اللي بيتشقلب ده من اول $1400، انما الالترا اللي هو الفلاج شيب بتاع الكمبيوترات دي بيبتدي من اول $2200. بعد كده في الاخر اتكلموا شويه بقى عن السوفت وير ال1 يو اي 5 الجديد ده، وقد ايه يعني اتظبط برضو في شويه حاجات. فركزوا شويه على حته البرايفسي والسكيورتي، وبقى عندك حاجه اسمها مينتننس مود، لو انت سايب التليفون كده في الصيانه ولا حاجه تقدر ساعتها تدخله في مود معين ما تخرجش منه غير لما تكتب الباسورد اللي انت اخترتها. والمود ده يعني بيقفل لك اغلب المعلومات اللي قد تكون يعني مهمه او خاصه شويه، حتى بتوع الصيانه ما يقدروش يخشوا عشان يشوفوها. وقال لك الاس بان انتجريشن في السوفت وير مع التليفون الالترا اتظبط برضو كده، وبقت الاكسبيرينس لطيفه. وقال لك كمان ان هم ظبطوا اكتر حته الهوم اوتوميشن والحته بتاعه البيت الذكي والسمارت هوم، فجاب لك 2 بروجيكتورز كده اللي هم الفري ستايل الجداد بتوع سامسونج ووصلهم، وقال لك بقى تاخد شاشه اكبر للبيت بتاعك وتطفي بقى الانوار بتاعتك كلها من الموبايل بتاعك وتدخله بقى في المود بتاع السينما. وقال لك ان السيستم ده كمان بقى بيدعم نظام ماتر اللي هو بقى المفروض هيسيطر على كل اجهزه البيت الذكي. وقعدوا يتكلموا شويه في الميزات اللي في السوفت وير الجديد. بعد كده اخر حاجه راحوا مطلعين صحابهم بقى من كوالكوم ومن جوجل، وقعدوا بقى يحضنوا في بعض على الستيج كده، وحشتني وحبيبي، ويطبلوا لبعض شويه ويوطدوا العلاقات، لان واضح ان هم عاملين شغل جامد مع بعض في حته السوفت وير كده والهاردوير جوه التليفونات دي. وبس كده، دي كانت كل حاجه تقريبا حصلت في المؤتمر النهارده، حاولت الخصه لك يعني على قد ما اقدر من الساعه وشويه دول. فلو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ما تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك، فيديوهات قصيره لطيفه. ولو عندك اي سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي في الكومنتس وهقرا كل حاجه، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.